اهلا ومرحبا بكم على قناة كوكوت مينوت. الوصفة تاع اليوم غير سجلوها عندكم لرمضان. سوفلي بعجينة خفيفة وحشو اقتصادي تجي من اروع ما يكون. قدمتها لكم اليوم مع كامل الاسرار باش تجيكم العجينة خفيفة وسر اللون الاحمر اللي يجي من الفوق. نروحوا مع بعض نشوفوا الوصفة. اول حاجه رايحين نبداو بالصلصه اللي رايحين نحشيو بها لي سوفلي تاعنا. هنا كيما راكم تشوفوا حطيت كميه قليله من الزيت وضفت عليها حبه بصل كبيره مقطعه مكعبات. نقليها شويه ومن بعد نضيف عليها قرن فلفل حلو مقطع مكعبات ونقليه مع البصله مليح حتى يذبالو. وهنا نضيف عليهم شويه ملح فلفل الكحل زنجبيل وشويه كزبر ونخلطو مع باقي المكونات. وهنا بعد ما ذبالو راح نضيف ملعقه صغيره طماطم مصبره ونقليها شويه. من بعد نزيد لهم حبه طماطم متوسطه مقطعه مكعبات. انا هنا كنت قشرتها ونخلطها شويه ونخليهم على نار قليله حتى يطيبوا. هنا بعد ما طابت راح نزيد عليها شويه دبشه نغطي عليها نخليها تبرد ومن بعد نروح نميكسيها. وفي المرحلة هذه رايحة نحضر العجين اللي نحتاج فيه 500 غرام فرينة، زدت عليها ملعقة كبيرة حليب بودرة وملعقة كبيرة خميرة الخبز، زدت الملح والسكر ونصف كيس خميرة كيميائية. من بعد ضفت لهم ربع كاس زيت واثنين بيض. وبالنسبة للصفار رايحة نحتفظ به حتى من بعد. وفي المرحلة هذه نبقى نضيف فيما دافي حتى نتحصل على عجين طري ويتلصق في اليد. وهنا بعد ما تلم العجين تاعي رايحه نغطيه بفيلم اليمونتير ونخليه يرتاح حتى يتضاعف الحجم تاعو. انا هنا دالي 40 دقيقه. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما ضاعف الحجم تاعو رايحه نديغازيه ونعجنو شويه. وكي تعجنوا العجين تاعكم من الاحسن انكم ترشوا سطح العمل بفارينه باش هكذا يساعدكم في الخدمه. وهنا بعد ما عجنت العجين تاعي رايحه نقسمه الى قطع صغيره. هنا بعد ما لوزت العجين تاعي رايحه نبدا نشكل لي سوفلي. نحط كمية من الصلصة اللي كنت حضرتها ونحط جبن طري وجبن مبشور، وانتم تقدروا تستعملوا اي نوع جبن متوفر عندكم. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما حطيت الحشو ندهن الاطراف بشوية ماء باش كي نغلق لي سوفلي تاعي ما يتحلوش. بعد ما غلقت على سوفلي تاعي نزيد نضغط عليهم شوية بالفرشيطة باش يتشكل شكل جميل ونضمن انهم ما يتحلوش في الفور. ونروح نكمل كامل الكمية اللي عندي. هنا بعد ما ستفت لي سوفلي تاعي في صينيه الفرن رايحه ندهن لهم الوجه بالصفار اللي كنت خليته من قبل. انا هنا كنت ضفت له شويه قهوه وشويه خل. وبالنسبه للقهوه هي اللي رايحه تعطينا لون جميل لسوفلي تاعنا. وكما راكم تشوفوا زينتهم بالسانوج والجلجلان ورحت طيبتهم على درجه 200 وخليتهم حتى تحمروا مليح. وهذه هي النتيجه تاعهم كما راكم تشوفوا فيها في الفيديو. لي سوفلي جاو خفاف الريشه والحشو بسيط بصح جا بزاف بنين. وهنا قسمت معكم حبه باش تشوفوا العجينه كيفاه جات خفيفه وكيفاه جاو فرغانين من الداخل. هاد لي سوفلي بزاف هايلين لو كان ترافقوهم مع الشربه ولا الحريره ويولموا بزاف رمضان وحتى في الايام العاديه. كانت هذه وصفتنا تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم واستناوني في الوصفات القادمه ومع السلامه.